السلام عليكم، ازيكم يا اخوات؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بالف صحه وخير مع توقعات باكج نجوم الاسبوع القادم يوم الخميس. وطبعا هنبداها بباكج نجوم الاسبوع. واول لاعب متوقع معانا يكون المو صلاح، اللي قدم اداء رائع جدا قصاد مانشستر سيتي. وثاني لاعب معانا هو جوليان الفاريز اللي سجل هدفين الفوز بتاع اتلتيكو مدريد. وعندنا نيكو ويليامز اللي جاب هدفين اروع من بعض وفي المهارات وكل حاجه. والامير الكرواتي طبعا لوكا مودريتش اللي سجل بتسديده قويه جدا جدا من خارج ارضيه ال 18. واشرف حكيمي صاحب هدفين لباريس سان جيرمان اللي جاب جنون عالمي جدا النفاث اشرف حكيمي. ومعنا اللاعب الياباني ده اكيد هينزل يعني عشان ياباني، فهو ايتو بتاع بايرن ميونخ اللي سجل هدف. وماركو اسينسو هو كمان معانا، ماركو اسينسو اللي كان اسطورة الريال وقت ما بيلعب في استون فيلا، وان شاء الله هينزل معانا بعد ما سجل هدفين لاستون فيلا. وده تكون توقعات باكج نجوم الاسبوع القادم يوم الخميس. اما بقى باكج نجوم دوري الابطال، فأول لاعب متوقع معانا هو كيليان امبابي بتسجيل ثلاثة أهداف أمام مانشستر سيتي. وعندنا ألفونسو ديفيز اللي سجل هدف مهم جدا جدا للبافاري. وفيدريكو فالفيردي هو كمان. واللاعب نونو مينديز بتاع باريس سان جيرمان. والحارس بتاع كلوب بروج مونجوليت، الحارس ده كان بيلعب في ليفربول وكان بيقدم أداء رائع جدا. وده شكل توقعات باكج نجوم الأسبوع القادم. وطبعا يوم الخميس القادم متوقع ان ينزل اعلانات في جميع الدول. هي الاعلانات نزلت في المغرب والجزائر. ودي شكل الهدايا اللي انت ممكن تاخدها من الاعلانات. ودي شكل الناس اللي بيقولوا لنا ان الاعلانات ظهرت معاهم. وده شكل الرسائل بتاعتها، ولك اعلانين اتنين بس في اليوم. اما بقى باكج ام اس ان، فكونامي بتعود علينا بنيمار بنسخة بيك تايم زي ميسي، ومهارة جميلة جدا جدا. يبقى كده مؤكد ان ينزل معانا سواريز هو كمان. هما التلاتة هيكونوا بنفس الاحتفاليات واللي هي احتفالية الام اس ان. وكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو النهاردة. ما تنساش طب تحط لايك وسبسكرايب انت اول مرة بتشوفني، وما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.